السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بالف خير وعافيه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم طريقه تفصيل وخياطه بدله للاولاد بلا ما ننساهم دائما نديروا للبنات. اليوم حبيت نشارك معكم هذه البدله. رايحين نفصلوا زوج بدلات بهذا القماش. عندنا نوعية القماش مولطوني، عندنا متر ونصف الأسود ومتر ونصف من اللون البني. نحتاج لاستيك تاع 2 سنتيمتر ونصف ولا 3 سنتيمتر. نحتاج هذوك لاصقات تاع تومو اند جيري. قبل ما نديروا طريقة التفصيل، ماذا بكم ديروا جام قولوا لي ذاك الجام وخلوا لي تعليق إذا عجبكم الفيديو. ما تنسونيش بتعليقاتكم المحفزة والبارطاج طبعا في الجروب. هذه هي واش نديرو هنايا. نبداو بالقماش هذا البني، نطويه كما راكم تشوفوا راه مطوي على 2، نطويه على 4 ونحاولوا باش نفصلوا الآن السروال نديرو الطول تاعو المقاس اللي راح نفصلو هو يلبس من 3 سنوات حتى 4 سنوات. 3 سنوات 4 سنوات. واش درنا هنا؟ درنا 60 سنتيمتر الطول تاع السروال، 8 سنتيمتر تاع حق لاستيك. هذا هو الطول صافي. درنا المجموع 68 الطول كامل. درنا العرض 25 سنتيمتر اللي هو دوران الأوراق زائد الاتساع زائد نزيدوا له 5 سنتيمتر تاع المقعد. عطينا 25 سنتيمتر، 20 سنتيمتر زائد 5 سنتيمتر تاع المقعد. هنا هبطنا من هذيك الخط تاع 60 سنتيمتر اللي درنا الطول السروال، هبطنا ب 22 سنتيمتر، ماشي من ديك 8 سنتيمتر ما نحسبوهاش. نهبطوا من الخط اللي درناه تاع 60 سنتيمتر، نطلعوا ب 5 سنتيمتر ونديروا الحردة تاع الحجر. هنا نهبطوا نديروا 15 سنتيمتر تاع الرجل، العرض تاع الرجل تاع الكوعين. هنا راح نزيدوا قرباطة في الطول ونقصوا بهذا الشكل السروال تاعنا بهذا الشكل. يعني مكاش اسهل من التفصيل تاع هذا السروال. ومن بعد القرباطة نزيدو نطولو في السروال بالقرباطة اللي حنديروها له في الرجلين. هنا نهبطو ب3 سنتيمتر ونديرو خط مائل من الوسط بهذا الشكل باش نحدو الخلف من الأمام. هنا هذا السروال راح نفصلو منه يعني في الأسود كذلك. هنا نقصو 1 سنتيمتر في العرض من جهة الأمام بهذا الشكل حتى للأسفل. نقصنا 1 سنتيمتر باش يجينا المقعد الأمامي يجينا ناقص على المقعد الخلفي. وهنا نديرو التكة لاستيك، وهنا في الأسفل نفصل معكم القرباطة اللي حنديروها في الأسفل ولا الشريط اللي حنديروه يعني في أسفل السروال. درنا فيه 8 سنتيمتر، العرض مطوي على 2. أما الطول حنحسب العرض هذاك تاع 15 سنتيمتر ونشوفوا واش يعني دائما يجينا ناقص على الدوران تاع السروال باش يجي يعني ملموم عند الرجلين. هنا نطويه على 4. شوفوا المقاس اللي راني حابة نديرو وندير في الأسفل ونحسب هذاك المقاس شحال عندي. أنا درت 25 سنتيمتر. أما العرض تاع هذه القطعة فهو كما قلت لكم يعني 8 سنتيمتر مطوي على 2 تعطينا 16 سنتيمتر. وهنا نخيطوا هذه القطعة مع بعض كما راكم تشوفوا يعني للداخل. من بعد نقلبوها ولصقوها بعد ما نكونوا خيطنا الرجلين. هنا السروال يتخيط من الجهتين هكذا. من بعد ما نخيطوه نجيو لاقوا القطعتين مع بعض هكذا السروال، ونكونوا خيطنا هذيك القرباطة من الداخل ونديرو لها يعني نقلبوها وتجينا كما الإسوارة ونركبوها له في الرجلين. من بعد هنا نجو نفصلوا القطعة الأمامية ولا العلوية عفوا.
نطوي القماش على 4 وشوفوا العرض اللي أنا حابينه. هنا هذه الحاشية راح يحد لي مشكل في التفصيل، نحيها وما نخلوهاش باش ما تكمشلناش الخياطة وتكمش لنا التفصال تاعنا. هكذا راهي مسرحة. هنا واش نديرو العرض كيما درنا في العرض اللي درناه في السروال، زدنا له 2 سنتيمتر اتساع، درنا 22 سنتيمتر، والطول درنا 48 سنتيمتر. الطول هنا اختياري كما تحبوا. درت 48 سنتيمتر ومن بعد نزيد له هذيك الكرباطة اللي فيها 8 سنتيمتر. هنا نحدو الطول تاعنا، من بعد نديرو المقاسات تاع الرقبة. هنا درنا رقبة 6 سنتيمتر بهذا الشكل. من بعد نديرو 9 سنتيمتر تاع الكتف، نهبطو ب2 سنتيمتر تاع خط الكتف اللي حنديرو به هذاك الميلان تاع الكتف. من بعد نهبطو ب18 سنتيمتر اللي هي طول التركيز، يعني باش نديرو حردة الإبط. نقسمو هذه المسافة بين 2، نهبطو هنا من الأمام ب3 سنتيمتر، من الخلف عفوا، يعني عرض الرقبة من الخلف، ونقصو بهذا الشكل. يعني سهلة وبسيطة. حاول نبسط لكم المبتدئات، طبعا يتبعوني مبتدئات، حاولوا باش يفهموا بسرعة. لهم ذي الطريقة السهلة بدون تعقيدات. من بعد نجو جهة الأمام، يعني ونحدو العمق الرقبة الأمامية اللي هي نهبطو بال8 سنتيمتر. عمق الرقبة من الأمام نهبطو ب8 سنتيمتر، ونديرو شكل دائري بهذا الشكل، ونقصو عادي بهذا الشكل. هنا نكونو فصلنا الأمام والخلف مع بعض. يبقى لنا الأكمام والقب ولا القلمونة، واحد كيفاش يسميها. ونديرو الطول تاع الكم تاعنا اللي هو 40 سنتيمتر، من بعد والعرض تاعو 15 سنتيمتر. بعد نهبطو من 40 سنتيمتر تاع الطول ذراع، راح نزيدوله الكرباطة اللي حوالي فيها 10 سنتيمتر، يعني 5 5 10 مطوية على 2. هنا نهبطو ب10 سنتيمتر، نخدمو ذيك الحردة تاع الكم. نجيبو هذيك القطعة اللي فصلناها العلوية، ونشوفوا هذيك الحردة تاع الإبط، نعبروها على ذاك المقاس تاعكم، ونشوفوا إلى نفس المقاس ولا لا. هنا خرجت لنا نفس المقاس. وهنا نقصوا كما راكم تشوفوا، يعني مش حنقصوا بزاف، حنديروا كرباطة، وهذيك اللي الكرباطة هي اللي حتضبط لنا الكم تاعنا. وهنا بعد ما فصلنا الكم تاعنا نشوفوا المقاس هذاك اللي يجينا قيس مع حردة تاع الإبط. ها هنا نقصوا من الأمام، جهة الأمام دائما 1 سنتيمتر. هاي شوفوا المقاس هنا جانا قيس تحسب التفصال تاعنا. نجو لهنايا بقالنا القب، يبقى لنا الجيب. فصلوا القب هو الأول، من بعد نروحوا للجيب. الجيب عندنا يعني موديل نديرو فيه، موديل ما نديروش فيه الجيوب. والسروال كذلك نديرو جيوب في سروال، وسروال ما نديروش فيه الجيوب. هذه هي. هنا درت القب 35 سنتيمتر، أما العرض تاع هذا القب 28 سنتيمتر، ونقصو بهذا الشكل. من بعد نديرو يعني كيفاش نفصلو القب تاعنا. حاولوا نسووا القماش تاعنا بهذا الشكل، من بعد نديرو التفاصيل. هنا نديرو هذيك الدوران دائما تاع القب بهذا الشكل. هنا هذه هي الطية تاع القب من جهة الأمام. هنا نطلعو ب5 سنتيمتر، ونديرو بهذا الشكل، نقوسوها بهذا الشكل، ونقصو عادي. نقصو هذاك الدوران تاع من جهة القب، ونفتحوها هنايا، يعني يجو قطعتين يعني منفصلتين. نحطو القب تاعنا على جهة، ونجو نفصلو الجيب تاعنا. قلت لكم حنفصلو
2 بدلات نفس المقاس. المقاس هنا قلت لكم يلبس 3 4 سنوات حتى 5 سنوات. إذا كان الطفل مش جايب روحه يقدر يلبس هذا المقاس. هنا دائما نقول لكم كبروا لولادكم. هنا احتاجوا 1.5 متر لكل سيربات. هذا قماش الثمن تاعو 45,000 المتر، مولطوني ديال 45,000 المتر. وانتم قولوا لي عندكم واش من ولاية وشحال راه يدير عندكم. خلوا لي في التعليقات شحال راه عندكم الثمن تاعو في الولايات تاعكم. وهنا درت الجيب فيه 19 سنتيمتر عرض والطول 18 سنتيمتر. أما هنايا في الجهة يعني من الفوق نديرو 12 سنتيمتر ونخلو هذيك الفتحة تاع الجيب عادية. هذا هو الجيب تاعنا. فصلنا الأكمام، فصلنا القب، يعني فصلنا السروال. هنا السروال درنا له القرباطات أسفل. نفصلوا كامل هذو يعني اللي فصلناهم في البني نفصلوهم كامل في الأسود كما درنا في البني نديرو في الأسود. هنا نفصلوا الجيب في هذا البني نديرو له جيب، أما الأسود نخلوه سامبل ما نديروش فيه الجيب. نفتحوه في الوسط هذا الشكل كامل، نفتحو حتى الأسفل، يعني حنديرو خياطة من الجانب لأنه حنديرو الجيب. نوريكم كيفاش نفصلو، يعني طريقة سهلة. ولا اللي ما فهمتليش تخلي لي في التعليقات تقولي ما فهمتش الجيب، نعاود لكم في فيديو يعني خاص بالجيب. هنا نقصت بما أنه حندير الجيب، أنا نزيد ديك الكرباط اللي حنديروها في السروال من الفوق. هنا نهبطو ب7 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر وندخلو كذلك ب8 سنتيمتر ولا 7 سنتيمتر بهذا الشكل ونديرو خط مائل بهذا الشكل. هنا نقصت من الطول تاع الحردة تاعني حنا درنا فيها 22 سنتيمتر الحردة تاع السروال ولا الحجر. هنا نجيبو قطعة قماش ونحاولو نفصلو 4 قطع متساوية يعني مستطيلات حوالي فيهم تقريبا 12 سنتيم على 15 سنتيم كما تحبوا الجيب تكبروه ولا تصغروه. أنا هنا القماش راه عندي هذا اللي راه متوفر عندي نقص على حسابه. تقريبا درت فيه 12 سنتيم على 12 سنتيم هكذاك تقريبا مربع. نتوما تقدروا باش تجي شوية تجيب واسع للأسفل ديروا فيه 15 سنتيمتر على 12 سنتيمتر. هنا كما راكم تشوفوا نقطعوا هذوك الربع قطع، نقسموه هذه القطعة نقسموها على 4 متساوية، 2 نقصوهم على حساب الجيب تاعنا كما قصيناه، و2 نخلوهم الجهة يعني يعني تاع الدخلانية اللي راح نديرو فيها يعني حيدخل فيها اليد تاع الطفل. هذا الشكل نقصو 2 قطع 2 قطع نخلوهم باش يعني يدخل الجيب تاعنا يتحصلوا على الجيب. المهم راكم فاهميني هذه هي الكلمات راهي تهرب لي. هذه هي خيطوا كما راكم تشوفوا مع هذه القطعة تاع السروال بهذا الشكل ومن بعد نرجعوه للداخل. من بعد نلاقوها هذه القطعة كما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل، يعني نلاقوها سهلة، يعني نلاقوها مع بعض بهذاك الشكل بعد ما نكونوا خيطنا وقلبنا. من بعد نخيطوها حاولوا تحبوا دوروه عادي. هنا نجو بعد ما فصلت ذاك الأسود يعني نفس المقاس يعني طبق الأصل كما فصلت البني فصلت الأسود. هنا واش نديرو باش نتحصلوا ونديرو يعني مزج بين الألوان. هنا نقصوا كما راكم تشوفوا هنا في الوسط تاع هذا التريكو نفصلوه كما راكم تشوفوا ولا فوق يعني الوسط بشوية، شرط يكون في الوسط تقدروا تطلعوا شوية تحت يعني الإبط تقريبا بواحد 6 سنتيم ونعكسوهم يعني نديروا هذه القطعة البنية مع الأسود والعلوية مع السفلية والعكس كذلك كما راكم تشوفوا هكذا. من بعد نخيطوهم ونلاقوهم مع بعض. نجو الأكمام كذلك ونقصوا بهذا الشكل، قصوا هذا البني وقصوا الأسود الكم
تاعنا هذا، من بعد نعكسوهم كذلك بهذا الشكل. يعني هذه طريقة رائعة للتفصيل، يعني مش حتضيعوا القماش. يعني تحتاجون، حاب ديروا مشروع رائع ويمشي لكم يعني بكثرة هذا الموديل. ماهوش متوفر في السوق، يعني موديل جديد يمشي لكم بزاف. تقدروا يعني ب1.5 متر تخيطوا هذه البدلة، يعني مش حتكلفكم بزاف، وتبيعوها من 180 ألف حتى 200 ألف، على حسب ما تشري القماش تبيعها، لأنه فيه شوية خدمة، أي تعب بشوية حسب التكلفة تاع يعني الصوالح اللي خدمتي بيهم، يعني احتجتيهم في هذا الموديل من لاستيك ولا هذوك اللاصقات، يعني حسبي كامل المصاريف تاوعك، وزيدي حق تعبك، يعني يكون واحد 100 ألف هكاك تاع حق التعب تاعك. هذه هي هنا حنقصوا الكرباطات تاع الكم تاعنا. هنا الأسود درنا له الأسود، والبني درنا له البني، وهنا الكم تاعنا نحطوه على جهة. آه، هنا أما القب تحبوا تخلوه مع بعض كما راكم تشوفوا، تحبوا ديروا نصف أسود ونصف بني، أنا بدلته يعني خالفته، درت قطعة بنية مع القطعة السوداء بهذا الشكل، وخالفتهم طبعا باش يعني يخرجوا لي، يعني الموديل يخرج لي شباب. إن شاء الله إلا عجبكم خلوا لي في التعليقات طريقتي، ولا كان يعني عجبتكم يكون أحسن يعني كامل بني ولا كامل أسود، خلوا لي في التعليقات. هكذا نعكسو كامل، نحاولوا باش نديروا يعني كاين هذه يعني القماش ملطوني عنده جهة مقطنة وجهة يعني كلاصي، وهنا نكمّلوا كامل نخيطوا هذوك القطع نلاقوهم، نلاقوا السروال تاعنا نخيطوه عادي. هنا كذلك نخيطوا السروال نديروا له الجيوب نخيطوهم، و ندير له القرباطة بعد ما نكونوا خيطته كامل بهذا الشكل. هنا بعد ما نخيطوا القرباطة، هنا نخيطوا الجيوب، من بعد نزيدوا هذيك القرباطة ما فصلتهاش معاكم، حبيت برك ما ننساش. هنا فصلتها هذيك شريط عادي تقريبا فيه 8 سنتيمتر في العرض، ونلاقوه نخيطوه للسروال من الفوق بعد ما نكونوا ركبنا الجيوب. هنا بعد ما خيطت كما راكم تشوفوا، هاي هنا لقيت القطعات مع بعض تاع الأكمام تاع يعني قطع الكتف كما راكم تشوفوا بطريقة عادية. أنا ما ركزتلكمش على طريقة الخياطة، كما ركزت لكم على طريقة التفصيل كيفاش تخرجوا هذا الموديل. هنا ركبت الجيب خيطته عادي بطريقة العادية كما درت معاكم في السويت. اللي ما شافتوش خلوا لها في أول تعليق، سويت للبنات هذاك سويت شوت. اللي ما شافتش الفيديو نخلي لكم في صندوق الوصف ولا في أول تعليق مثبت. هنا نركبوا القرباطة كما كتشوفوا خيطوها، من بعد نديروا يعني نقلبوها، من بعد نخيطوها. بعد ما نكونوا خيطنا الجوانب لقينا القطعة مع بعض، يبقى لنا القب كذلك نلصقوه بعد ما نكونوا خيطناه. نجيبوا القب هنايا خيطته لقيته مع بعض. هنا نوريكم الفتحة اللي حنديروا فيها الكوردون، إذا حبيتوا ديروا الكوردون. شوفوا هنا قطعة مربعة عادية من بقايا القماش، نحاولوا نحدوا وين حنديروا هذاك الثقب تاعنا اللي حنخرجوا منه الكوردون ولا الحزام هذاك. من بعد نخيطوها عادي بشكل مربع صغير قد فتحة، من بعد نقصوها بهذا الشكل ونقلبوها للداخل، يعني حنحصلوا على ثقب اللي حنخرجوا منه الكوردو تاعنا بهذا الشكل. شوفوا هنا حاولوا باش هكذا، من بعد شوفوا كاش زيادة نقصوها ونديروا كفة عادي تاع هاي تخرج لنا على جهة ذاك الثقب من الجهتين، يعني عندنا ثقب من جهة وثقب من جهة اللي حنخرجوا منه الكوردو. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. أنا باش تجينا لا فينيسيون.
جينا متقونة يعني كما يتباع في المحلات، يعني ومش حتبان لنا تسنسر لنا ديك الثقبة. جينا يعني يعني قماش يستنسر لنا، ما تجيش الشكل تاعها شباب. من بعد نخيطوها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هكذا، نديرو خياطة عادية ونركبوا هذا الكوردون كامل، نتكوه ونخرجوه من الجهة الأخرى. من بعد بعد ما نخيطوه كامل نلصقوه، نحدو الوسط الخلفي، نقصوا الوسط الخلفي والوسط الأمامي. كذلك نخيطوها مع بعض، نركبوا لها هذه يعني القطعة الثانية. شوفوا هنايا الجزء العلوي بني والجزء السفلي أسود، والقطعة الثانية العكس تاعها. هكذا نلاقوها مع بعض كما راكم تشوفوا. من جهة الأمام نحدو الوسط الخلفي بالمقص، والوسط الأمامي بالمقص هكذا بهذا الشكل. من بعد نركبوا القب تاعنا بهذا الشكل حتى نوصلوا للوسط الأمامي، ونديروا وحدة فوق وحدة. من بعد نخيطوا الجوانب، نركبوا له هذيك القرباطة ونزيدوا له القرباطة تاع الأسفل كذلك، يعني اللي فيها تقريبا 10 سنتيمتر ولا 8 سنتيمتر كما تحبوا. القب الثاني كذلك نخيطوه بنفس الشكل ونركبوه في الجهة الثانية ولا القطعة الثانية. نكمل نخيطهم نوريكم. هنا السروال هذا لقيته عادي بالشكل العادي، ركبت له هذوك الكرباطات من الأسفل. هنا مش حنديرلو الجيوب في هذا الأسود، نديرو عادي إنه يعني التريكو تاعو الفوقاني فيه الجيوب. السروال مانيش حنديرلو. أما الجهة البني هذا اللي درت له الجيوب، أما القطعة العلوية ما درتلهاش الجيب. شوفوا هنا كيفاش خيطته، زدت لقيتها مع القطعة يعني هذيك الداخلانية ندار من الداخل هذا الشكل. شوفوا هنايا الجيوب تاعنا بعد ما سرجيتهم لصقوهم من الجهتين يعني من الفوق مع بعض بهذا الشكل هكذا، ولصقوا في الجانب هكذا يعني باش ما يتفتحلناش الجيب. هذا هو السروال تاعنا، ونجيبوا القطعة الخلفية ونلاقوها مع القطعة الأمامية بهذا الشكل بعد ما كنا لقينا المقعد هكذا، ونحط عليها الجهة الخلفية ونخيطه بشكل عادي كما نخيطو السروال من الجهتين ومن يعني من الداخل. ومن بعد نلصقو هذه الكرباطة من الأسفل حسب الدوران تاع الرجلين بهذا الشكل. من بعد ما كملنا خيطنا هذيك الجيوب من الفوق وكملنا خيطنا القرباطة، نجيبو قطعة هذه اللي راح نديروها على حساب العرض تاع يعني دوران هذاك الخصر تاعنا. وهنا كملت بما نطولوش في الفيديو ما راه طويل، حبيت نختصر لكم. شوفوا هنا بعد ما خيطت هذيك القرباطة هنا في التريكو تاعنا ولا السويت تاعنا كما راكم تشوفوا، ها هنايا خرجت ما شاء الله. هذه اللي فيها الأسود من الفوق والسروال تاعها أسود وفيها الجيب. شوفوا كيفاش خرجت تحفة. هنا ما درتلهاش ذاك لاصقات تاع توم وجيري، خليتها هكاك سامبل. كان اللي يحب سامبل خليتها هكذاك، يعني تحبوا خدموهم مشروع نوعوا في الألوان، تقدروا ديرهم بنات وأولاد. يعني في البنات تقدروا ديروا الغوز يعني الوردي مع الرمادي الجري، تقدروا ديروه مع الغوز مع الأسود، تقدروا ديروا يعني الكورونا مع الأبيض، يعني كما تحبوا. لكم الاختيار في الألوان نتوما وإبداعاتكم. شوفوا الجهة يعني القطعة الثانية بعد درت لها لصقت لها بالمكواة هذيك
يعني لاصقة. يعني شوفوا كيف خرجت تحفة لكم. يعني انتم تحكموا عليها، ماشي أنا نحكم عليها إذا خرجت شابة ولا ماهيش شابة. انتم خلوا لي في التعليقات. شوفوا هنا بعد ما لصقت لها هذيك القطعة القرباطة في الأسفل، شوفوا السروال كيف خرج تحفة. درت لصقت له هذيك القرباطة تاع لاستيك، تككت له لاستيك تاع 3 سنتيمتر، أما السروال الأسود درت له غير تا 1 سنتيمتر. شوفوا هنا الجيوب خرجوا ما شاء الله متحوفين. درت توم وجيري كذلك في السروال يتبع التريكو تاعنا. هذه هي. إن شاء الله يكون عجبكم الموديل. ما تنسونيش بالتعليقات تاوعكم وبالجامات، لاني راني نتعب بزاف على لي فيديو باش نحطهم لكم. مالا كافئوني بالجام والبارطاج والتعليقات حبيباتي، وان شاء الله تستفادوا من هذو لي موديل. أي سؤال تحبوه ولا أي موديل تحبوه خلوا لي في التعليقات، ونحاول إن شاء الله ندير لكم لي موديل شابين واللي تحتاجوهم في هذا الموسم. يعني اللباس اليومي. هذا هو الشكل النهائي مع أديداس في الأسود، يعني خرج تحفة تحفة. إن شاء الله هذه هي. نقول لكم تبقوا على خير في أمان الله ودعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.